بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء المتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم آية وحكاية. كل عام وحضراتكم بخير في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها عيد وبركة من الله سبحانه وتعالى. كل عام وحضراتكم بخير. وفي هذا اللقاء نود أن نتكلم عن هذا الحدث العظيم وهذه المنحة الربانية، منحة الأضحية. ولكن قبل الكلام عن الأضحية وعن عيد الأضحى وعن هذه الآيات الكريمة من سورة الصفات، نود أولا أن نرحب باسمكم لضيوفنا منورنا في الاستوديو، ونبدأ بصديقتنا. اتفضلي، اسمك؟ حفصة إبراهيم شعبان. أهلا وسهلا حفصة، اتفضل. عبد الله محمد عبد الله. أهلا وسهلا عبد الله، اتفضل. جودي احمد محمد. أهلا جودي، اتفضلي. هاجر ايمن. أهلا وسهلا هاجر، اتفضلي. ريتال شريف. أهلا وسهلا ريتال. زينب محمد عزمي. اهلا وسهلا زينب. نرحب بكم مشاهدينا من جديد، نرحب باسمكم لضيوفنا منورنا في الاستوديو ومع شبابنا باذن الله تعالى. شباب، احنا هنتكلم عن عيد الاضحى. انتوا عارفين العيد ولا لا؟ وطبعا ايام العيد بيبقى ايام فيها الفرحه وفيها البهجه الجميله وفيها كمان السعاده، لان احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان كل عيد بيجي بعد الطاعه وبعد العباده. والعيد عيد اسمه عيد الايه؟ الاضحى، وكمان بنسميه اسم تاني كده اسمه العيد الكبير. العيد الكبير ليه بقى؟ لأن طبعا العلماء قالوا يعني اسمه ليه العيد الكبير؟ لأن هو ما بيبقاش يوم واحد أو 3 أيام بس، ده هو بيبقى اليوم الأول وكمان معاه 3 أيام تانيين أيام التشريق، فيبقى 4 أيام، وكمان قبله يوم وقفة عرفات اللي بيقدر يصومها ربنا بيكفر له ذنوب سنة فاتت وسنة جاية، ذنوب سنتين، فطبعا حاجة جميلة وعظيمة جدا، فاسمه عيد الأضحى. ليه بقى عيد الأضحى؟ علشان نذبح فيه. أيوه نذبح فيه، اللي هو اسمه إيه بقى؟ اسمها إيه كاني؟ أضحية. كويس كده؟ أضحية. لو أنا ركزت معاه كده، نركز مع بعض عشان إن شاء الله نتعلم حاجات كتيرة جدا مفيدة. ألف والضاد، أضحية، الحاء والياء والتاء المربوطة، دي الكلمة أضحية. أضحية دي أصلها كلمة إيه؟ ضاد حاء ياء، ضحى. وكمان ليها معنى تاني اسمه إيه؟ اسمه اللي هو إيه؟ التضحية. فالإنسان بيعرف وبيتعلم منها إن طبعا كلمة أضحية ليها معنى جميل، الإنسان بيضحي، وليها معنى جميل تاني اتعلمناه من سيدنا إبراهيم عليه السلام. الآيات اللي هي في سورة الصفات، الآيات الجميلة العظيمة دي علمتنا حاجات كتير جدا. إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم سيدنا إبراهيم عن ابنه سيدنا إسماعيل. يبقى القصة عندنا بين مين ومين؟ ابراهيم وسيدنا اسماعيل. ممتاز. طيب معانا بقى ريتال. طيب دلوقتي أول حاجة ربنا بيكلمنا فبشرناه بغلام حليم. بغلام إيه؟ حليم. حليم. الحليم مين غلام الحليم؟ اللي هو سيدنا إسماعيل. صح، ممتاز كده. طيب معانا عبد الله. دلوقتي سيدنا إسماعيل كبر. طبعا انتوا عارفين القصة ونراجعها بسرعة كده. إن سيدنا إسماعيل بعد ما اتولد بشهور قليلة عاش مع أمه، اللي هي مين؟ ستنا هاجر. عايزين نسمع. ستنا هاجر عليها السلام عاشت مع سيدنا مين؟ إسماعيل. عاشوا فين بقى زينب؟ الأول عاشوا فين؟ في مكة المكرمة لما كانت أرض فاضية، مجرد منخفض كده، أرض منخفضة وحواليها الجبال. عاشوا مع بعض فترة طويلة جدا، واحنا عارفين القصة بتاعت مية زمزم. بعد فترة وصل سيدنا إسماعيل لسن 14 سنة. نركز بقى، سيدنا إسماعيل وصل إيه؟ سن إيه يا عبد الله؟ 14 سنة. بدي اسمع. 14 سنة. 14 سنة. 14 سنة يعني إيه؟ يعني دلوقتي مثلا تانية إعدادي، تالتة إعدادي، في الحدود دي كده يعني. كويس كده؟ طبعا لما وصل بقى وبقى شاب جميل كده وعنده القوة وحاجة جميلة وعظيمة، جه يزوروا مين؟ سيدنا إبراهيم، اللي هو مين؟ أبوه سيدنا ابراهيم عليه السلام. طب حافظة معانا؟ طيب لما جه سيدنا إبراهيم ربنا بيقول لنا بقى خلي بالكم إن الغلام ده اللي مع سيدنا إبراهيم هو غلام حليم. غلام إيه؟ حليم. حليم دي بقى يعني إيه يا زينب؟ حليم جاية من الحلم. طبعا في فرق كبير ما بين الحلم والحلم. الحلم اللي بتشوفه احنا يمين مالناش دعوه بيه، لا حلم بالكسر، كسر الحاء. فالحلم يعني انسان يقدر يملك نفسه ويتحكم في اعصابه ويتحكم في لسانه وفي جسمه وقت الغضب. يبقى ده اسمه ايه؟ حليم. حليم يعني ايه؟ يملك نفسه عند الغضب. يعني لما حد ينرفزه لا ما بيقدرش، دايما لسانه ينطق الكلام الطيب مهما كان غضبان، ومهما كان باين عليه انه غضبان بصي واقف كده، اللي بيسموه بقى في علم النفس كده حاجه اسمها الثبات الانفعالي. فده مين؟ سيدنا
اسماعيل. يبقى غلام من ايه؟ حليم. غلام حليم. سيدنا اسماعيل طبعا كبر وبقى عنده 14 سنه. نيجي بقى ريتال 14 سنه، يعني بيقدر يتحرك ويروح ويجي مع مين؟ مع سيدنا ابراهيم اللي هو ابوه. فربنا بيقول فلما بلغ معه السعي. بلغ معه الايه؟ السعي. السعي يعني ايه؟ بقى عنده القوه والقدره على الحركه وبيروح يجي مع ابوه، وحاجه حلوه كده تفرح مين؟ سيدنا ابراهيم اسماعيل. وسيدنا ابراهيم كمان. بس كده هو ساعتها ما كانش عنده غيره اللي هو مين؟ سيدنا اسماعيل. وعشان كده طبعا دي هنا بدايه القصه كده، التمهيد اللي بتعلمه لنا سوره الصفات عشان نعرف قد ايه كان الارتباط مع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. وان شاء الله نكمل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا عليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نكمل مع حضراتكم هذا اللقاء عن عيد الأضحى وعن الأضحية. نكرر لكم التحية والتهنئة، كل عام وحضراتكم بخير. وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم مع شبابنا ان سيدنا إبراهيم طبعا فرحان جدا بسيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل 14 سنة وحاجة جميلة كده، يعني طبعا هيبقى إن شاء الله نبي. فطبعا لما وصل للمرحلة دي سيدنا إبراهيم، نركز بقى، سيدنا إبراهيم شاف رؤية. شاف رؤية بيشوفها الإنسان وهو نايم. خلي بالنا مين اللي شافها؟ سيدنا ابراهيم. ادي واحد. وصفه ايه؟ خليل الله. فربنا بيحبه جدا وهو بيحب ربنا جدا. فلما يشوف حاجه في المنام مش مجرد رؤيه، مش مجرد حلم، لا ده حقيقه. يعني ديت ممكن ربنا لو مثلا شاف زي ما هو هناخد اللي هو مثلا هيذبح حد او هيعمل حاجه، ديت زي ما يكون ربنا بيأمره، مش أيوة. رؤيه ولا حلم ولا برافو اي عليك، حاجه. صح كده. فعشان كده فعلا لما بتيجي من ربنا للانبياء، لا دي حاجه تانية، بتبقى امر زي ما هاجر بتقول كده، وفعلا بتبقى حقيقه مش مجرد ايه؟ حلم. طبعا ده عمره ما يجي حد تاني ابدا، مستحيل. هو بسيدنا ابراهيم بس. ما يجيش حد يقول ده انا شفت في المنام كده. شفت ايه؟ لا طبعا مش ممكن. هو انت نبي ولا رسول؟ هو انت خليل الله؟ هو انت ابو الانبياء؟ ده سيدنا ابراهيم عليه السلام. فخلي بالنا من الجزئيه دي، مهمه جدا. فشاف الرؤيه فيها ايه؟ شاف الرؤيه وراح يحكيها لمين؟ سيدنا اسماعيل. طبعا دي جزئيه مهمه جدا لينا كلنا. سيدنا ابراهيم اللي هو فيه كل الاوصاف الحلوه بيحكي اللي شافه لسيدنا اسماعيل وبيقول له ايه رايك؟ نسمع بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقوله لنا. ربنا بيقول فلما بلغ معه السعي، اللي هو وصل للمرحله دي، ايه اللي حصل؟ قال، مين اللي قال؟ سيدنا ابراهيم. يا بني. بيكلم مين؟ سيدنا اسماعيل. بيقول له يا بني. طبعا الكلمه دي حلوه قوي، بتخلي كده القلب بتاع الولد يقرب قوي من الاب. يا بني يعني يا حبيبي، يا ابني، يا اللي انت ما فيش غيرك عندي دلوقتي. يا بني اني ارى في المنام، انا شفت في المنام اني اذبحك. شفت وانا نايم كده ان انا جبت السكينه واذبحك. ايه اللي حصل هنا؟ فانظر ماذا ترى، ايه رايك؟ سيدنا اسماعيل فاهم وعارف اللي علمته ستنا هاجر واللي ساعدها سيدنا ابراهيم، وهيبقى ان شاء الله نبي ورسول، وعارف ان ابوه مين؟ سيدنا ابراهيم، هيبقى ابو الانبياء، وعارف ان هو خليل الرحمن. عارف كل الحاجات الجميله دي عن مين؟ عن ابوه. فمش معقوله ابوه بتقول ايه؟ يا ريتال خليك معانا. ها؟ مش مجرد حلم، لازم يبقى رؤية أو حقيقية. حاجة لازم هتحصل وهو ربنا بيأمره، مش جميل حلم. جدا. طيب في حاجه تانية مهمه، هو لما قالها لسيدنا اسماعيل قالها له ازاي؟ بطريقه ايه؟ ها؟ الطريقه الجميله الحلوه، يقول له يا بني. ها؟ مش بيقول له انا اتامرت، لا لا، يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك؟ سيدنا بقى اسماعيل اللي فاهم كل الكلام ده رد مباشر قوي من غير تردد، من غير ما يقول له افكر، طب سيبني شويه، انت بتقول ايه؟ اللي حصل ده مش ممكن. لا لا، ما حصلش الكلام ده كله. قال له ايه؟ قال يا ابتي. ايوه الادب بقى. افعل ما تؤمر. الله، وانت عرفت منين انه امر؟ ده انا بقول لك انا شفت ايه؟ في المنام. زي ما ريتال بتقول كده، هو فهم ابوه مش ممكن يشوف فيه مجرد مجرد حلم او رؤيه، ده لازم يكون ايه عبد الله؟ حقيقي، ولازم يكون امر من مين؟ فسيدنا اسماعيل جاب لنا الخلاصه، افعل ما كلم، عايزين نسمع بس. افعل ما تؤمر. نسمعك. افعل ما تؤمر. يعني انت نفذ اللي ربنا بيأمرك بيه، لان انا فهمت وعارف ان ده ايه؟ امر من الله سبحانه وتعالى. زينب، فايه اللي حصل بعد كده؟
مش بس افعل ما تؤمر، لا ده كمل الكلام بحاجه جميله جدا. ستجدني، ده كلام سيدنا اسماعيل بيرد على مين؟ سيدنا إبراهيم. على سيدنا ابراهيم. بيرد عليه بقى لما قال له اني ارى في المنام، فقال له اول حاجه ايه؟ افعل ما تؤمر. ما تؤمر. رقم 2 ستجدني، هتشوفني وهتلاقي نفسك معايا وهتلاقيني وانا بتكلم معاك ان شاء الله من الصابرين. دي حاجه جميله جدا يا عبد الله بقى، اللي هي ايه؟ ان سيدنا اسماعيل بيعلمنا ان لما يجي الحاجه من عند ربنا ونقول حاضر سمعنا واطعنا، مين اللي بيعني؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، هو ايه اللي بيحصل بقى يا جودي؟ ربنا هو اللي بيعني، هو اللي بيساعدني، هو اللي بيديني الصبر. يبقى قال له بقى بالادب ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ان شاء الله هكون صابر ومتقبل امر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده كلام جميل جدا، فهيحصل بقى التنفيذ. كده خلاص احنا عرفنا الامر من ربنا في الرؤيا. سيدنا ابراهيم استقبله، قالوا لمين؟ لسيدنا مين؟ سيدنا اسماعيل. ايوه، وايه اللي حصل؟ سيدنا اسماعيل رد عليه رد ايه؟ الرد الجميل اللي هو بيقول له انه هيكون ايه؟ هيكون هيقبل ونفذ امر ربنا، وان شاء الله هكون ايه؟ من الصابرين. من الصابرين. جميل كده. نفذوا بقى، هينفذوا ازاي؟ حصل بقى في النص كده في قصه. ايه القصه دي؟ راح قال له بقى يلا نجيب الحبل عشان تربطني كويس، وبعدين هنجيب السكينه تسنها كويس، ومش هنقول لامي هاجر حاجه، هنخرج سوا انا وانت وهنروح في المكان البعيد وهننفذ امر ربنا. وعلشان لما تيجي تنفذ الذبح يبقى انت ما تشوفش وشي، فخلي وشي ناحيه الارض كويس، علشان تمرر السكين بسرعه وهي مسنونه كويس، وانا مربوط عشان الدم ما يتحركش يجي على هدومك، وتبقى الامور ان شاء الله زي ما ربنا امر. هم كل في دماغهم بيعلمونا حاجه مهمه، ده من عند مين؟ من عند الله. يحصل ازاي؟ زي ما ربنا قال. طب ايه النتيجه؟ مش مهم، مش بتاعتنا يا ريتال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم انا بستقبل امر ربنا بروح انفذ، ومين اللي بيساعدني؟ ربنا. ايوه، ومين اللي بيوفقني؟ ربنا ومين برضه. اللي يقبل مني العمل؟ ربنا. فلازم افهم الكلام ده كويس. فهم عملوا كده، جهزوا نفسهم وعدوا بقى العده. ها عبد الله معانا؟ جهزوا نفسهم، عملوا ايه؟ زي ما احنا قلنا كده، جهزوا الحبل، جهزوا السكينه، وهينفذوا، ومن غير ما الام تعرف. حصل بقى حاجه مهمه جدا، وهم ماشيين في الطريق بدأ ابليس لعنه الله يجي بقى عشان يفسد تنفيذ امر ربنا. وده اللي بيحصل معانا كلنا. تيجي عايز تصلي، ايه اللي بيحصل؟ ابليس بينفذ امر ربنا. يبقى عايز بقى يبوظ الحاجه. يعمل ايه؟ لما تيجي تصلي بص يجي لك عشان انت ما تقومش كمان شويه، لما اخلص اللي في ايدي، لا ده الدنيا برد، لو كنا في الشتاء لا كمان شويه عشان الجو حر قوي. اتفضل. مثلا عامل حسابي ان انا اصلي، يقوم هو جاي منعني ان انا اصلي، يمنعني ويفضل يكلمني بطريقه مش كويسه عشان ما انفذش الصلاه. امر ربنا سبحانه وتعالى، الصلاه فعلا صح كده. طب حافظوا معانا. فايه اللي حصل؟ جه بقى ابليس راح لمين الاول؟ راح ستنا هاجر. يا هاجر ده انت مش عارفه هم رايحين فين، ده رايح عشان يذبح ابنك. هو انت جاي تلخبطني؟ لا انا مش هتلخبط، حتى لو كان ده صحيح، ده امر من ربنا سبحانه وتعالى. ومسكت الحجاره وضربته بيها فاتجرح. جري راح لمين؟ لسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. ايوه كده معنا هاجر. فراح سيدنا ابراهيم بيوسوس له برضه، يقول له ابراهيم ده ابنك وكذا وكذا، ضربه هو كمان بالايه؟ بالحجاره. راح لمين؟ لسيدنا اسماعيل. يا اسماعيل ده ابوك هيذبحك. عمل ايه؟ ضربه بالحجاره. ايوه، فكده عشان هنا كده دلوقتي اما يروحوا الناس يحجوا بيروح يرجموا ابليس بالحجاره. بالظبط كده، برافو عليكي. فعلا اللي هو اسمه رمي الجمرات. رمي الايه؟ الجمرات. فطبعا احنا هنا بنفهم حاجه مهمه جدا، لازم نعرف ان هو ربنا سبحانه وتعالى علمنا ازاي سيدنا ابراهيم استقبل، وبعدين ازاي سيدنا اسماعيل استقبل، وازاي هما الاثنين اتحدوا هينفذوا امر ربنا، وازاي بيعلمونا لما بيجي الوسوسه من النفس من جوه او من الشيطان ازاي يكون القوه في رد الوسوسه دي عشان ننفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. ونكمل مشيئه الله تعالى بعد هذا الفاصل. ابقى معنا. عدنا إليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نكمل مع حضراتكم هذا اللقاء عن هذا الفداء العظيم وهذه التضحية وعيد الأضحى وهذا الذبح، وما كان من سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، ومعهما السيدة هاجر رضي الله تعالى عنها.
في هذا الامر العظيم زي ما اتعلمنا كده يا شبابنا، ان فعلا الانسان يخلي باله لما يتاكد ان ده امر من الله سبحانه وتعالى ويبدا ينفذه، لازم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويخلي باله من الوساوس ومن اعداء اللي هم مش عايزين ينفذ امر الله سبحانه وتعالى. وفعلا كانت النتيجه ان سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل وصلوا هناك، فربنا بيحكي لنا بيقول لنا فلما اسلما، يعني قبلوا امر ربنا وخلاص هينفذوه، وفعلا بداوا التنفيذ وتله، وفعلا سيدنا ابراهيم كتف سيدنا اسماعيل، ربطوا كده بالحبل وخلاص بقى وش سيدنا اسماعيل للارض وتله للجبين، يعني الجبين بتاعه بقى على الارض. هيحصل ايه؟ معجزة جه بقى ايه اللي حصل؟ ان هو سيدنا ابراهيم بعد ما عمل كل التدريبات اللي هم كانوا مرتبينها قبل ما يخرجوا، جه يذبح، كان هو سن السكينه، جه يذبح سيدنا اسماعيل، بيبص لما لقوه يلاقي السكينه تلمع ومش هتذبحه. ايوه، هنا بقى في حاجه مهمه جدا، ربنا بيعلمنا بيقول وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن أنت يا إبراهيم صدقت الرؤية ونفذت وقبلت كلام ربنا، وكمان استسلمت لكلام الله سبحانه وتعالى وأسلمت بيه، وبعدين نفذت. هنا بقى في حاجة مهمة، مش هيحصل اللي أنتم متوقعينه أو اللي أي حد متوقعه. ليه؟ لأن ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، واللي بينفذ أمر ربنا مين؟ سيدنا إبراهيم. ومعاه مين؟ معاه سيدنا إسماعيل. جميل جدا. وهينفذوا بقى ريتال، هنفذوه ازاي؟ فزوب ان هو يذبح سيدنا اسماعيل. والاحساس بتاعهم ايه؟ استسلام. حاضرنا طعنا. ايه انتوا الامتحان نجحتوا فيه، انت صدقت الرؤيه. هنا بقى حاجه مهمه جدا، زي ما هاجر قالت لنا كده، السكين اللي هي كانت مسنونه وجاهزه لما جاي يذبح ذبحت، يعني ده معناه ايه؟ فكر معانا كده يا عبد الله. ها، معناه بقى مهم جدا نخلي بالنا منه، ان السكين ما تقدرش تذبح الا بامر من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده اي سكين مذبوحه اي مسنونه بتذبح، لكن بالنسبه لسيدنا اسماعيل ما ذبحتش. مين اللي قال لها ما تذبحش؟ ربنا. ايوه. ليه بقى؟ لان قبل كده حصل مع سيدنا ابراهيم، فاكره زمان خالص لما اتحط في النار ايه اللي حصل؟ النار ايه؟ النار ما حرقتهوش عشان ليه؟ ربنا اذن للنار، قال لها ما يعني امرها ان ما تحرقش. سيدنا يبقى دلوقتي بنفهم ايه؟ ان كل حاجه من عند مين؟ الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم لما صدق ايه اللي حصل بقى جودي؟ ونفذ اللي ربنا امره بيه، النتيجه اللي حصل ايه؟ ما ذبحتش والسكينه ما كانت تلمع. لان ربنا علمنا حاجه مهمه جدا، ان هذا لهو البلاء المبين. هو ده الاختبار الكبير العظيم اللي من ربنا لمين؟ لسيدنا ابراهيم، ومعاه مين؟ سيدنا اسماعيل. وكانت النتيجه ايه بقى؟ وفديناه بذبح عظيم. وفديناه ايه؟ ذبح عظيم. طيب هاجر عايزه تقول حاجه، اتفضلي. وفديناه بذبح عظيم، يعني هو ربنا اما جت السكينه ما تذبحش، اما ربنا راح جاي ربنا منزل له الخروف بتاع هابيل. صح، برافو عليك، صح، اللي كان موجود في الجنه. اللي كان موجود في الجنه. اما هابيل قبل ما يقتل اخوه كان في عندهم يعني سنه مخصصه ان هم يطلعوا اكل، فقابيل قبل ما اخوه يقتله بقى، قبل ما قابيل يقتله. ايوه، قابيل يقتل كان الخروف. يعني المهم الخلاصه بتقول هنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ وفديناه بذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم اللي هو ايه؟ قالوا بقى العلماء ده الخروف اللي كان موجود في الجنه، اللي هو كان قدمه سيدنا هابيل عليه السلام لله سبحانه وتعالى، وربنا خده خلاه عنده فين؟ ايه؟ في الجنه، وبعدين نزل. حتى لو كانت الروايه دي صحيحه او زي ما العلماء بعضهم بيقول ده مش موضوعنا، المهم ان هو وفديناه ايه؟ بذبح عظيم. الذبح العظيم ده يا ريتال اللي هو هذا الخروف الجميل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى نزله، ده فعلا دي حقيقه، نزله ربنا سبحانه وتعالى، جابه سيدنا جبريل لمين؟ لسيدنا ابراهيم، وقال له بقى خلاص الغي موضوع ذبح سيدنا اسماعيل واذبح مين؟ هذا الخروف اللي هو بيسميه الكبش الابيض الجميل اللي له قرون. وطبعا بعد كده دي بقت سنه سيدنا ابراهيم وسنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ان احنا في عيد الاضحى افضل حاجه بيعملها المسلم ان هو يعمل ايه؟ بعد صلاه العيد يروح يذبح الاضحيه. الحاجه المهمه جدا بقى اللي لازم كلنا نعرفها، ان
الخروف او الجمل او البقر او الجاموس اللي هتذبح هو بيبقى عارف وبيبقى سعيد جدا بهذا الامر. ليه؟ لانه عارف هو مخلوق ليه. عارف ان هو مخلوق علشان مسخر، وعشان لما يكبر هيتم الذبح. ليه؟ لان كل العلماء بلا استثناء متاكدين كلنا ان هو لا يشعر بالذبح ولا يتالم. اللي ممكن يضايقه حاجه واحده بس، لو انت سنيت السكينه قدامه. سيدنا محمد قال اوعى تسن سكينه قدام الذبيحه. الحاجه الثانيه اوعى تذبح اخوه قدامه. تحافظ عليه وتحافظ على شعوره، ما يشوفش حد بيتذبح قدامه. تقول كلام غير كده في نقول لك غير صحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى. هذا عارف الله ربنا هو مخلوق علشان يعيش وقت اللي هو يذبح. هنجد عيد او ربع يوم اللي فيه ذبح. يبدا ذبح امتى؟ امتى بقى؟ العيد وخطبه العيد، ونسمع الخطبه يستمر يوم العيد كله، يوم وربع يوم العيد. وبعدين ايه؟ يكون في الختام في قبل المغرب لما يخلص ايه؟ وقت الذبح. بيذبحوا الهدي اللي هو الفداء بتاعهم لما يكون. فكل ده بيقول اشاره فديناه بذبح عظيم. بذبح عظيم. طب هاجر اتفضلي. هو تاني يوم هم اما يجوا يذبحوا الساعة زي ما هو أول يوم مثلا صلاة العيد مثلا بتخلص الساعة 2:30 كده. لا صلاة العيد بتخلص الساعة كام؟ بتخلص بعد شروق الشمس بحوالي ساعة إلا ربع، يعني ساعتين بعد الفجر. الخطبة يعني. أيوه بعد الخطبة ماشي. مش خطبة الجمعة. ماشي عشان لو يوم الخميس ما فيش خطبة. أيوه بيبقى خطبة العيد. بعد ما يخلصوا مثلا تاني يوم هيذبحوا في نفس الوقت اللي هم ذبحوا فيه اول يوم، ولا هيذبحوا لا الوقت مستمر مثلا؟ الوقت مستمر، بس دايما بيقولوا العلماء بلاش نذبح بالليل الا اذا كان في داعي، لكن دايما بنبدا من بعد شروق الشمس او من طلوع النهار معانا طول اليوم، وبالليل لو كان في داعي او كان في سبب. فهمت كده؟ يبقى احنا فعلا زي ما هاجر بتقول لنا، هي بتسال السؤال بتقول هو احنا بنبدا ذبح امتى؟ صلاه العيد. احنا عندنا اذان الفجر، بعد ساعتين بالظبط من اذان الفجر بتبدا صلاه العيد. صلاه العيد بتاخد حوالي 10 دقائق، بعد كده الخطبه حوالي ربع ساعه، يعني نص ساعه، يعني بعد شروق بعد اذان الفجر بحوالي ساعتين ونص، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ساعه نبدا الذبح. طب تاني يوم لا مش في نفس الميعاد، لا ممكن قبل كده وممكن بعد كده. المهم ان احنا عندنا دلوقتي القضيه الكبيره العظيمه، نفهم ان ده من الله سبحانه وتعالى، ولازم طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وجميع الحيوانات اللي ربنا خلقها عارفة الكلام ده ومؤمنة بيه جدا جدا وبتتقبله، وما بتشعرش بأي حاجة بيتخيلها أي إنسان مش متقبل موضوع الأضحية. وعشان كده دروس كثيرة جدا وعظيمة يستفيدها الإنسان من هذه الرحلة المباركة مع هذا الجزء من قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل والفداء العظيم. ونكمل مشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. في ختام هذه الحلقة مع حضراتكم نود أن نتعرف على بعض الدروس المستفادة اللي هيكلمنا عنها أصدقائنا اللي منورنا في الاستوديو، ونبدأ بصديقتنا حفصة. اتفضلي. استفدنا ان ربنا لما يقول لنا حاجة نعملها، وعشان هو اكيد هو هيعلنا فيها. أيوة. وهيبقى معانا فيها. ممتاز. وفعلا طبعا ده امر ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، ان فعلا ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. طيب اتفضل عبد الله. استفدنا ان احنا لما نيجي نصلي وابليس يجي يمنعنا نستغفر الله ونستعيذ بالله من الشيطان. يبقى نعرف ان ايه اللي بيحصل، ان لما اجي انفذ مش ممكن الشيطان يسيبني ولا النفس الاماره بالسوء هتسيبني، فيبدا الوساوس عشان ما انفذش، زي ما حصل مع سيدنا اسماعيل ومع سيدنا ابراهيم وكمان مع ستنا هاجر. ولكن الصبر، الثبات، ان انا بروح بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم رجموا ابليس عشان كان ظاهر قدامهم، احنا بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون توفيق ربنا لينا. اتفضلي يا جودي. وان اللي هو شافه ده مش مجرد حلم او رؤية، دي حقيقة وامر من عند الله. يبقى فعلا اللي كان مع سيدنا ابراهيم مش مجرد رؤيه زي ما هو عبر بهذا، بس هو بيعبر بالادب، لكن هو عارف وسيدنا اسماعيل كمان عارف ان دي حقيقه
وده امر من الله سبحانه وتعالى، وده اللي علمه لنا مين؟ سيدنا اسماعيل. اتفضلي. ايوه اما رد على سيدنا ابراهيم رد حلو وقال له يا ابتي افعل ما تؤمر ستراني ان شاء الله ستجدني ان شاء الله ان شاء الله من الصابرين. ايوه، وفعلا سيدنا اسماعيل بيعلمنا ازاي بيتقبل الامر وازاي ان هو بيستوعبه. وكمان حاجه تانية يا ريتال اتفضلي. ان ربنا كان بيختبر بيختبرهم، وربنا واحنا ساعات ربنا بيبقى بيختبرنا ما نستسلمش يعني. ايوه، والصفه الجميله بتاعت سيدنا اسماعيل ان هو كان عنده ثبات انفعالي وبيستحمل الغضب. ايوه حليم. ايوه الحليم، ويقدر يتحكم فيه. وطبعا الانسان فعلا لما بيفكر الكلام ده، وزي ما قلنا قبل كده ان هو بيضع العقل والقلب قبل اللسان وقبل الجوارح بتاعته، فيقدر يتحكم في نفسه ويضبط الاعصاب اللي هو الثبات الانفعالي، وكمان يتحكم في اللسان وفي كل الجوارح. اتفضلي. أنا استفدت إن سيدنا إسماعيل سمع كلام سيدنا إبراهيم. ايوه، وكلام امر ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. وكانت النتيجه النجاح في الاختبار، وفديناه بذبح عظيم. بذبح عظيم. وهذا الذبح العظيم زي ما قلنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، واصبحت سنه. واحنا كلنا اتعلمنا دلوقتي ان دي سنه ربنا سبحانه وتعالى في الكون، وخلق وفطر المخلوقات عليها. وكذلك احنا اتعلمنا من ده من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وتعلمنا الاداب ان احنا نستعملها مع الذبح، وازاي ان احنا نسن السكينه بعيد عن الذبيحه وما نذبحش ذبيحه قدام الثانيه، وازاي ان احنا نحافظ على نظافه المكان، وازاي ان احنا كل ده بنعمله طاعه لله سبحانه وتعالى، وبناخد ثواب كبير من عند ربنا عز وجل. وفي الختام نشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشكر باسمكم لضيوفنا اللي منورين في الاستوديو، حفصه وعبد الله وجودي وهاجر وريتال وزينب. شكرا لكم جميعا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.